يتم التواصل يعني مش شبه رسمي. مم. تواصل ونشوف له فين يعني بنوصل في الامارات في السعوديه. وفي هذا حق المانيا الاخير لان انا على تواصل يعني ارسل له السي في حقي والمقاطع ذا وقال لي ان شاء الله يعني ادعي انت ان احنا نتوفق. هو يسعى على نادي او ناديين فعاد الحين. عادل عباس هو لاعب كرة قدم يمني شاب وموهوب، يلعب حاليا كقائد للمنتخب اليمني للناشئين تحت 17 عام. ولد محافظة لحج منطقة يافع، وبدأ مسيرته الكروية في نادي التلال العدني. يتميز عباس بمهارته الفائقة وقدرته على قراءة اللعب بسرعة وتحليل المواقف بشكل فوري، مما يجعله قادرا على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. أبرز إنجازاته وحصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين العاشرة، حيث قاد منتخب اليمن للفوز في البطولة بعد التغلب على المنتخب السعودي بركلات الترجيح. وبسبب أدائه المتميز جذب اهتمام العديد من الأندية السعودية التي قدمت له عروضا للانضمام إلى فرقها، مما يشير إلى مستقبله الواعد في عالم كرة القدم. فعادل عباس يلقب برونالدو اليمن نظرا لأدائه الرائع وقدرته على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص. يعتبر واحدا من أبرز اللاعبين الناشئين في اليمن، ويعكس موهبته مستقبلا مشرقا للكرة اليمنية على الصعيدين المحلي والدولي. فقد حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في نسختها العاشرة، بفضل مهاراته العالية وذكائه الكروي، حيث تمكن من مساعدة فريقه على الفوز في بطولة 2023. فعادل عباس يلقب برونالدو اليمن نظرا لأدائه المتميز في المباريات، ونجح في جذب انتباه العديد من الأندية الداخلية وأيضا الخارجية. هنالك أخبار عن عادل عباس بأن هنالك أندية سواء من الخليج وأيضا من ألمانيا، حيث يجري الحديث لربما ينتقل إلى أي نادي من النوادي الألمانية في القريب العاجل. عادل عباس موهبة يمنية في كرة القدم، لها مستقبل مشرق، وستكون جوهرة قادمة في كرة القدم اليمنية.